الحقوا البنزين بيغلى وشركات الطيران بتنزف. تخيل مين هيقع الاول؟ الحقيقه ورا اعلان افلاس اول شركه طيران امريكيه لانها ما عرفتش توفر الوقود، والسبب صادم، مش بس اقتصاد لكن توتر عالمي ممكن يولع سوق الوقود في اي لحظه. مع اول تصعيد بين الولايات المتحده وايران اسعار النفط بتتهز بشكل عنيف. ليه؟ لان ببساطه منطقه الشرق الاوسط دي مسؤوله عن جزء كبير من امدادات الطاقه العالميه، وده خبر معروف مش محتاج ان انا اخبيه عنك. انما شركات الطيران هو اول قطاع يتاثر فورا. الوقود ممكن يمثل 30% اكتر من تكلفه التشغيل، واي زياده بسيطه بتسبب خسائر بالملايين. اعلنت سبيرت ايرلاينز بالفعل بتتوجع من ضغوط ماليه كبيره مش مهم بسبب حرب امريكا على ايران وقفل مضيق هرمز، وهنا نفهم ان الحرب بيظهر تاثيرها ببطء، وكمان بسبب ارتفاع التكاليف والديون والمنافسه القويه. تخيل بقى الاسعار لو اتفجرت فجاه، ده غير دلوقتي خالص. شركات ضعيفه ماليا هتقع ومش هتقدر تكمل، وحتى الشركات الكبيره هترفع الاسعار عليه. الحقيقه المرعبه اي شراره في الشرق الاوسط ممكن تخلي العالم كله يدفع الثمن. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.